واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع العمدي. زي ما اتكلمت معاكم الحلقه اللي فاتت عن فيزة العمل وقلت لكم ان شاء الله هجيب لكم اخبار ساره. الحمد لله اتواصلت مع صديق امبارح على الواتساب واكد لي ان هو استلم الجرين كارد هو وجميع اسرته، وهسمعكم المحادثه اللي دارت بيني ما بينه على الواتساب اللي قال لي فيه ان هو استلم الجرين كارد. طبعا المكان روعه ومكان خرافه، انا صراحه مش قادر اقاوم. صراحة من الفرحة أنا مبسوط جدا يعني إنه صديق استلم الجرين كارد، لأنه راجل محترم ويستاهل كل خير. ألف مبروك يا محمد، تحياتي ليك من تكساس. هو حاليا في نورث كارولاينا. هسمعكم دلوقتي الحوار اللي دار بيني ما بينه على الواتساب إن شاء الله. وما تنساش تعمل لايك وشير عشان الفايدة اتعمل الخير. شايفين الناس ناس حلوة ما يعرفوناش إنه يعرفوهم، بس الإنسانية اللي بيننا ما بينهم اتفاعلت مع بعضيها. وما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان الفايدة تعم للغير. هلا حياك اخويا العمدة، الله يخليك ويسلمك. الشيخ الشيوخ العمدة سيد العمد كلهم، كيفك انت؟ اخبارك؟ ابشرك بخير الحمد لله. والله ما شاء الله تبارك الله، ابشرك استلمت الجرين كارد من اول ما شاء الله، وحتى العائلة ما شاء الله جو دحين لهم شهر ما شاء الله تبارك الله، عائلتي جو جاد والحمد لله امور من ابدع ما يكون. نحمد الله ونشكره. انت كيفك؟ ايش مسوي؟ كيف البثوث معك؟ انا والله من بعد ما دخلت امريكا وبدات اداوم في عملي اللي انا جيت عشانه ما عاد قدرت اخش على الوسائل التواصل، لا عاد صار لي وقت. حبيبي يا عم محمد، والله العظيم مشتاق لك يا عم. الف مبروك الف مبروك على الجرين وعلى حضور الاولاد، والحمد لله على سلامتك وسامحنا على التقصير. بس زي ما انت قلت دي امريكي. وفي ناس كتير سألوني، انا عملت حلقة امبارح على الفيسبوك ونشرتها فيديو، يعني مش لايفات ولا حاجة بس فيديوهات، فانا جبت سيرتك بالصدفة قلت لهم والله يا جماعة فما اعرفش هو خد الجرين ولا لسه، فانا حبيت اطمن لان كتير ناس ما تسألني على الموضوع دي. برضه ابشرك ترى برضه كلها داخل يعني الاطفال والاهل والحرمة والاطفال كلهم داخلين في الفيزا نفسها، يعني هم بنفس الفيزا اللي نفس التقديم اللي انا عملته يشمل الاطفال ويشمل كل حاجة، يعني كأنه الواحد داخل ببلاش ما شاء الله تبارك الله، يعني كأنك انت داخل ببلاش انت وعائلتك جميعا كلكم على نفس الفيزا، على نفس المعاملة، على نفس كل حاجة، وربك يسوي اللي فيه خير ان شاء الله. دلوقتي هسمعكم الحوار كامل اللي دار بيني ما بينه على لايف تيك توك. هو الراجل صراحة قال لي يا عصام أنا هحكي بكل صراحة وعن كل الخطوات اللي من خلالي اتحصلت على فيزة العمل. قلت له والله يا ريت، لأن في ناس كتير بتسألني. الحوار ده من سنة أنا مسجله عندي ومخليه على فلاشة والله خاصة، عشان عارف هيجي اليوم إن شاء الله اللي هزيع الحوار فيه دي والناس كلها تستفيد منه. وطبعا لازم أنبه وأقول إنني ماليش دخل في أي حاجة، لا أنا جهة حكومية ولا أنا محامي ولا اي حاجه، انا بس عم نقول لك الخبره اللي من خلال محمد اخويا دي قالها لي عشان انت تستفيد. فانا عايزك تتبع الخطوات اللي قام بها محمد وتتواصل مع الويب سايت اللي هديهولكم ان شاء الله. دي الويب سايت يا جماعه موجود معاي، اي حد محتاجه يبعت لي على الخاص وانا هبعته له. وما تنساش تعمل لايك وشير عشان الفايده تعم للغير. طيب بالنسبة للمتابعين الناس اللي ما معرفين، أنا ببدأ من البداية أعرفكم بنفسي. معاكم أخوكم الصغير محمد سليمان الياس من مواليد مكة المكرمة السعودية، مكة المكرمة. عايش طول عمري كل حياتي عايش في مكة ما شاء الله، أو في السعودية بالأصح. طبعا أنا نيجيري الجنسية. أنا طبعا قدمت لي فيزا هجرة عمل عن طريق شركة. الشركة هذه هي عبارة عن شركات تقدم انت اوراقك عليها، وهي تدور لك على شركات ثانية زي المصانع زي المطاعم زي المحلات، تتعاقد معاهم بحيث انهم اذا هم طالبين يعني كوادر او طالبين عمال، فيقولوا لهم خلاص انت بدل ما انك انت تدفع حق العامل وحق الشخص اللي انت بتجيبه، لا انا راح اجيب لك شخص من برا جاهز مجهز، بس اللهم انا بحتاج اوراقك وبحتاج الامور حقت الشركه حقتك، بحيث ان انا احطك بحيث انك انت اللي طالب الشخص هذا.
وتعتقد يعني تسوي معاهم زي ما تقول عقد، بحيث انه انت الشخص هذا اللي بتجيبه الشركه هذه او بتيجي على الشركه هذه، لابد انك انت تيجي تشتغل في الشركه او في المصنع هذا لمده سنه كامله. طبعا الشركه هذه حتوفر لك بمجرد ما حتوصل، حتوفر لك الجرين كارد وتوفر لك السكن وتوفر لك التامين، يعني كله حتى هذه حتوفر لك هي. طبعا مكتوب في العقد انه الشركه هي اللي حتوفر، لكن في الاصح انت اللي حتدفع المبالغ هذه كلها. تمام؟ ايه تمام. فالمبالغ هذه كلها اللي هي مبالغ التامين المبالغ حقت الاوراق والمراجعات والمحامي وكل المبالغ هذه انت اللي حتدفعها، تقريبا ما يقارب حق $20,000 مقسمه على 4 دفعات، 5000 5000 5000. هم حيعطوك جدول زمني ويوروك المعامله حقتك فين راحت وفين راحت وفين رجعت في الدوائر الحكوميه. معك محامي هنا في امريكا؟ ايوه، محامي في امريكا. هو حيكون المحامي اللي في امريكا هو اللي حيتواصل معك على طول ويقول لك هذا رقم المعامله حقتك وهذا مكان اللي هي فيه، تقدر تخش الدائره الحكوميه بنفسك وتشوف اسمك وتشوف المعامله حقتك فين وصلت. كل ما وصلت لدائره معينه او كل ما وصلت المرحله استحقت الدفع، حيقولوا لك ترى انت وصلت لاستحقاق دفع المبلغ، خلاص ادفع لنا المبلغ لحد ما توصل اخر دفعه. انت اول ما تدفع الدفعه الاخيره خلاص حتكون انت معاملتك وصلت للسفاره البلده اللي انت فيها. حتروح السفاره بس وتعمل مقابله ويختموا لك على جوازك وتيجي خلاص على اخر دفعه. طبعا فدق علي، طبعا انا عندي رحيم اللي هو اخو الحرمه في امريكا، هو اللي شاف لي الشركه دي، هو اللي اتعاقد معاهم، هو اللي اتاكد بانه شركه ما هي نصابه وشركه يعني موثوقه 100% من خلال الناس اللي بيجوا في امريكا على امريكا ويتقابل معاهم ويسالهم انتوا جيتوا عن طريق ايش، وهم بيقولوا له احنا جينا عن طريق الشركه دي. شاف عده اشخاص قالوا انهم جو عن طريق الشركه، اخذ رقم الشركه من عندهم وتكلم معاهم وحطني معاهم وخلاص بديت الاجراءات. هذا طبعا من البدايه وانا كملت الاجراءات معاهم. اخذت الفيزا والحمد لله تمام يعني. خلاص اخذت الفيزا. طبعا اخذت الفيزا من رمضان ما شاء الله تبارك الله. يعني كان في اول يوم رمضان كانت مقابلتي في السفاره. طب قالوا لك يا محمد، قالوا لك انت لما تخش البلد هتستلم الجرين كارت والسوشيال سيكيورتي بعد فتره ولا ما جابولكش سيري؟ هم على اساس انه الجرين كارد قالوا في خلال تقريبا شهر من وصولي، مجرد ما اوصل بعد شهر او اقل من شهر، لانه هم حاليا حتى امس الظاهر رسلوا لي ايميل حاول تعطينا الخارطه الزمنيه حقتك عشان نشتغل لك في موضوع الجرين كارد. رسلوا لي ايميل على اساس يعني بيعرفوا انا متى وصولي، متى بالضبط اوصل، اعطيهم التوقيت الوصول وهل انه انا جاي لحالي ولا جاي مع العائله. الاسره العائله برضو على نفس معك انت على نفس الفيزا صح؟ معايا على نفس الفيزا، بس انا عملت خطأ. يعني اتمنى اي احد يقدم مع الناس دولي ما يعمل الخطأ اللي انا عملته. طبعا انا يعني الغلط اللي انا عملته، انا في البدايه قلت اني ماني جاي مع العائله. قلت انا جاي لحالي، فقاموا انه هم ضافوا العائله وضافوا كل حاجه تحت البند حقي وتحت اسمي وتحت في الملف حقي، لكن ما ضافوا بانهم هم جايين معايا. عرفت كيف؟ ففي الاخير يوم سالوني مره ثانيه، جيت بعمل المقابله في السفاره. قبل ما اعمل المقابله في السفاره سالني المحامي خلاص انا بادرج الاسماء وزي كده، هل انت جاي لوحدك ولا جاي مع العائله؟ قلت له خلاص ضيفني مع العائله. فقال لي لا، انت من البدايه قلت ما يمديك تيجي مع العائله، فحيصعب اني اضيف العائله معاك. فكانت صعبه. قال لي صعبه شويه. قلت له مش مشكله، اوكي خلاص حصل خير ما في مشكله. انا لما اروح هناك اعمل لهم ضم شمل الظاهر او من الكلام، يعني اطلبهم انهم يجوا. فالشيء اللي حفزني اول ما رحت السفاره، طبعا انت اول ما تروح السفاره في المدقق اللي حيقابلك في البدايه، اللي حيرتب لك الاوراق حقتك. انت يمكن تعرف الموضوع ده، وكل واحد دخل السفاره الامريكيه المدقق اللي هو حيدقق لك على الاوراق، يطلبك الاوراق كلها ويرتبها لك ويجهزها لك وكل حاجه قبل ما تخش على القنصل ويعمل معك المقابله. فيوم دخلت على المدقق طبعا سالني، قال لي ليش جاي لحالك؟
قلت له على حسب كلام المحامي انه انا رايح لحالي، فعشان كده جيت لحالي. قال لي لا، انت وعائلتك كلهم مدرجين هنا، من المفترض انك تيجي انت والعائله معاك. قلت له لا، من جدك بتتكلم؟ قال لي من جدي بتكلم. انت مش شايف الناس الجروبات اللي قدامك كلهم جايين بعائلتهم؟ طبعا احنا هناك يعني زي الجروبات في السفاره، لما تروح شوف عالم يعني زي الجروبات، كل مين جاي بعائلته، مثلا هنود، فلبينيين، باكستانيين، كل مين جاي مع عائلته، خمسة أطفال، 4 أطفال والزوجة، طفلين وزوجة، يعني جروبات. فالعموم فقال لي أنت فين عائلتك؟ ليش رايح لوحدك؟ قلت له والله أنا ما كنتش عارف إن يعني يمديني أضيفهم معي. قال لي لا، يمديك تضيفهم معاك، وأنا راح حساعدك، حخلي الملف حقك مفتوح، روح أعمل لهم اسمه موعد، أعمل لهم موعد. طبعا الموعد بتاعهم مش حيكون زي موعدك أنت يعني وضعك حيكون سليم، انت قصدي وضعك حيكون في سين وجيم، يعني في استجواب، لان انت رايح هجرة عمل والمعامله باسمك انت، هذول حيكونوا يعني مضافين تحت اسمك، تحت بندك. فبس قالوا انت اعمل لهم بس موعد واحجز لهم. طبعا انت عارف في كشف اللي هو حق المستشفى. ايوه كشف. اعمل لهم كشف حق الطبي، ايوه، بانهم سليمين قبل ما تيجي. طبعا الكشف هذا انت بتعمله في المستشفى، والمستشفى هي اللي ترسله للسفاره على الايميل، مش حتاخذ معك اي حاجه في يدك للمعلوميه طبعا. فرجعت عملت لهم حجز موعد، بس السفاره ما وافقت علي لسه، يعني ما فتحت الملف حقي حتى اخش على الملف واعمل لهم موعد لحد الوقت. وانا ماشي على الموضوع، بحاول قدر الاستطاع قبل موضوع السفر حقي، ان شاء الله انهم يحاولوا انهم يفتحوا لي، لانهم لما يفتحوا، لما خشيت على السفاره تكلمت معاهم عن طريق الاتصال، انا عملت لكم ايميل وما انتم راضيين تفتحوا لي الملف عشان اخش اسوي تعديل للاطفال واسوي لهم دعوه، اسوي لهم موعد، احجز لهم موعد. قالوا والله عندنا ضغط بسبب تغيير السفير في السعوديه، غيرنا السفير الامريكي، فعندنا ضغط في المعاملات. هذا باختصار كل الاشياء اللي مرت عليها، لكن اللي يبغاها بالتفاصيل، اللي يبغى كيف ما سويت ايش سويت، انا تحت امر الجميع وما حقصر مع اي احد في خدمه الجميع ان شاء الله. اللي عايز يقدم على العقد دي لازم ان شاء الله يعني يتواصل مع اللينك اللي اديتهولي ده، ولازم يكون عنده محامي هنا، ولا هم ممكن يخلصوا مع نفسيهم؟ مجرد ما يتواصل مع اللينك، هم اللي حيعملوا له محامي من عندهم، هم اللي حيسوي له كل حاجه، مش حيعمل اي شيء هو. كده انت جبت الزبده، لان انا بفكر يا ترى طب هو مسكين هيجيب منين محامي وهيدفع ازاي يعني اللينك دي هم هيتواصلوا معاه وهم يقوموا له المحامي وهم يتواصلوا معاه، يعني هم هيبقوا الكل في الكل. بالفعل هم طبعا شوف، اول خطوه هم راح يعملوها يقولوا له ارسل لنا البيانات حقتك، اللي هي مثلا جواز سفرك انت والعائله اللي معاك، مثلا اللي بتخش، اللي يعني ممكن حتقدر تحت سن ال 18 القانونيه، خلاص الكل عارف النظام، يعني مش لازم يعني افصل، فاهم انت علي؟ فاهم عليك. فحيقولوا لك ارسل لنا الجوازات لك وللعائله، حياخذوا الجوازات وحيروحوا يدخلوها في السيستم، وحيشوف هل انت مؤهل للدخول ولا لا. هذه اول حاجه، انت مش حتدفع ولا ريال على الموضوع ده. مجرد ما حيشوفوك انك انت مؤهل، حيقولوا لك انت مؤهل انت والعائله كلكم. انت في تكساس صح؟ اذا انت عايز اي حاجه من السعوديه كلمني قبل ما اجي. الله يخليك، انا عايز سلامتك. انت قاعد في مكه صح؟ انا في مكه، اجيب لك زمزم معايا. والله العظيم ما تقصر، والله حبيبي ربنا يخليك، تسلم لي يا رب. من جد يا اخويا الكبير. حبيبي والله ما عايز غير انك تجينا بالسلامه. الله يخليك، شكرا للمتابعين، وشكرا لك ما قصرت على المداخله الجميله والتوضيح الحلو دي، احنا محظوظين. الله تحت امرك. شكرا. الله يخليك يا محمد. يلا مع السلامه. يا جماعه الراجل كان معاني وحكى بنفسه عن تفاصيل الفيزا بتاعته، والله العظيم انا محظوظ، يعني انا ربنا ما يحبني لان ضميري من جوا صافي، مع اكلمكم يعني بحب وبصفاء وبعفوي. فانا كنت محكي على موضوع الفيزا دي، وقلت صراحه لو محمد موجود معانا يطلع، والحمد لله الراجل كده بالصدفه لقينا على البث وطلع ووضح لنا الصوره، واحنا عملنا ريكورد للمكالمه.
لان ان شاء الله هنعمل لكم فيديو حلو كده وجميل بالتنسيق مع محمد برضه، يعني لان هو صاحبيها صاحب الموضوع، وهو هيبقى معاي برضه، وانا هتواصل معاه على الواتس، لان انا ما اقدرش اعمل اي حاجه الا بموافقه الراجل، يعني احتراما ليه واحتراما للشخص الكريم يعني. وبعد ما سمعتوا الحوار اللي دار بيني وبين اخويا محمد على احد لايفات التيك توك، اتمنى يكون استفدتوا من الحلقه وعرفتوا كل تفاصيل فيزة العمل. وما تنسوش اللايك والشير عشان الفايده تسعوا من الغير وتسيبوني انا اعيش مع المكان الساحر الجميل دي. سلام عليكم.